صباح الخير، السلام عليكم حضرتك. مساء الفل. نوري. اما اقول لك ايه، اتفضل. انا لاي 3 ايام دلوقتي مركب الكلتون ما جاتنيش لغايه دلوقتي. اعمل ايه دلوقتي؟ قولي لي كذي. ده هيك حالا. ممكن في بداية شرب اسم حضرتك؟ ايه؟ هتشرب بالاسم؟ بالاسم؟ تمام. اسمني ايه؟ مظبوط. احمد عبد التواب، احمد عوض من جني. على سماحة يا احمد. بس كده حضرتك ممكن نقفل التسجيل اللي موجود في التليفون؟ ايه؟ ممكن حضرتك تقفل التسجيل اللي موجود في التليفون؟ مش اما اعرف له. نعم؟ مش اما اعرف له. حضرتك تقفل التسجيل اللي موجود في التليفون عشان اقدر اكمل لحضرتك المكالمة. اما انا جايبه جديد مش اما اعرف له التسجيل. لا للاسف ما اقدرش اكمل لحضرتك المكالمة غير لما حضرتك تقفل التسجيل. والله يا خالي ما اعرف له. اما اقول لك اتفضل. طب دلوقتي شوف يا ابوي فلان خالي. عفوا؟ ايوه اتفضل انا مع حضرتك. القفل. هو حضرتك منزل كلتون من حوالي يومين؟ والله من قيمة 3 ايام او يومين. كل يوم اكلم واحد مني يقوم يقولوا له انا بعته لك انا بعته لك وما حدش جابوا لي لغايه دلوقتي. لا انا واضح ان في طلب متقدم عند حضرتك يوم 21 اللي هو امبارح على الموضوع ده، وتم تسجيل الخدمة عند حضرتك. يعني جاي؟ شغالة الخدمة. طب متشكرين قوي. لا في فن. في استفسار اخر عايز مش واضح؟ طب في دلوقتي انا عايز اكلم مكالمة فيديو، يعني اكلم واحد عملية عايز اشوفه. هوضح لحضرتك هنا، بس بالنسبة لخدمة الكلتون في اي تفاصيل خاصة بيها اوضحها اكتر؟ ايه؟ بالنسبة لخدمة الكلتون اللي هي نغمة المتصل في اي تفاصيل خاصة بيها اوضحها اكتر؟ كلتون؟ تمام. انت ما تقولي جاي. في عند حضرتك اي تفاصيل بالنسبة لخدمة الكلتون مش واضحة اوضحها؟ لا تمام الكلتون بس لسه ما جربتهوش، يعني لو كان في حاجة اكلمكم تاني. تمام. لحظة معايا بعد اذنك. ماشي. بالنسبة للمكالمة المرئية هو نوع موبايل حضرتك نوكيا 5130؟ يعني عايز انا اكلم واحد هو يشوفني وانا اشوفه. دلوقتي انا قاعد في اسماعيلية، لو رحت فيه هو نوع الموبايل حضرتك نوكيا 5130 ولا موبايل تاني؟ والله هو محمول نوكيا وخلاص، مش عارف عليه ما قرأتش رقمه. هو لازم يفهم نوع الموبايل حضرتك يكون فيه كاميرتين. كاميرتين؟ لازم يكون فيه كاميرتين، ما ينفعش فيه كاميرا واحدة. طب لو كاميرا واحدة اعمل لي طيب؟ الموبايل غير مدعم للخدمة. غير مدعم؟ لازم الموبايل يكون فيه كاميرتين مش كاميرا واحدة. كيف غير مدعم؟ لازم حضرتك نعمل فيه تكون موبايل حضرتك بيدعم الخدمة. بيدعم الخدمة. طيب يا تمام. والتاني ايضا واحد جديد نجيبه يكون مدعم للخدمة. نعم؟ يعني اجيب واحد غير دي؟ لازم حضرتك تغير الشريحة في الموبايل بيبقى مدعم للخدمة. طب والتليفون الثاني برضه لازم يكون مدعم؟ اكيد طبعا يا فندم. الو. مظبوط، لازم يكون الرقم الموبايل التاني ايضا، يعني مثلا زي موبايل نوكيا N73 او N70. ده فيه كاميرتين وبيدعم الخدمة، ولازم علامة الجيل الثالث موجودة عند حضرتك في التليفون. ماشي. لا متشكرين يا خالد. في تليفون حضرتك وتليفون التاني. اوضح حضرتك الاسعار الخاصة بالمكالمة المرئية؟ وضحيها. طيب إذا المكالمة المحلية الدقيقة الواحدة ب75,000. المكالمة اللي هي في البلد من بلدنا لبلدني. لا أي رقم موجود في مصر الدقيقة الواحدة ب75,000. مصر أنا قاعد يعني لقينا فيها برضو. نعم؟ لقينا فيه فيها خدمة يسلم لو كانت علامة الجيل الثالث متواجدة عند حضرتك. لو كانت علامة الجيل الثالث متواجدة عند حضرتك. علامة الجيل الثالث؟ لو خلاص بقيناها. تمام. بالنسبة عند حضرتك يا فندم لو كلمنا اي رقم دولي زي موبايل السعودية او اتصالات الامارات الدقيقة الواحدة ب7 جنيه، اي دول اخرى تكلفتها 8 جنيه. ماشي يا غالي متشكرين. طيب العفو. في استفسار اخر عايش مش واضح؟ شكرا. العفو. سعادة باخد من حيث 3 ساعة. سلام. مع السلامة.